زهقان، مخنوق، متضايق، مش عارف تضيع وقتك فين، مش عارف تضيع عمرك ازاي. انا جبت لك المواقع اللي هتفلق لك وقتك نصين. تعالوا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بيكم في فيديو جديد والجزء الثالث لاغرب مواقع على الانترنت. اول موقع معانا اسمه اوت اوف اوردر. المفروض مديني الشكل ده وكاتب تحت سولف مي، فهو تقريبا دي مفروض ايه ده. نحرك دي كده ودي كده. اوه، جامد. هو انا كده المفروض حليتها ولا ايه طيب؟ لا استنى، في حاجة غلط، استنى. ايه ده؟ تمام. اوت اوف اوردر اصلا بقى اسم الموقع. لا جامد، عجبني الموقع ده. يلا بينا نخش نكمل. ده صعبها علينا من اولها. انا حاسس ان انا بعك، صح؟ انا حاسس ان انا بعك قوي بقى. استنى، طب اروح لها فين دي ولا اجي لها ازاي طيب؟ ثانية ثانية، هجيبها. استنى، تعالى انت كده وتعالى انت كده. الله، يا ريس. ايوه، تمام اهو، استنى. يو، اصلا بقى طب الحمد لله جت معاه بالحظ، تمام. حلو حلو، بدأنا نفهمها، ما تقلقوش يا جدعان، ما تقلقوش، مع بعضينا اهو، واحده واحده. لا يا جدعان، لا استنى. استنى، انا حاسس ان هي هتظبط اهي. Yeah. ايوه، تمام. ايه هو، انا كل ما احل حاجه يقوم مسوحني في حاجه تانية. لا صعب قوي، صعب قوي بجد، لا استنى. يا اسطى بروح عليا بالله عليك. فكرة انت بتحل في حاجه بتتحرك، فانت دماغك فاهم مش قادر. استنوا عليا بالله عليكم، عشان حاسس ان انا بتسوح دلوقتي. اديني فرصه بس، اديني فرصه. هبقى كويس والله، صدقوني، استنى. Yay! يا اسطى انت بتتحرك وبتسوحني يا اسطى، استنى. يخرب بيت كده. ها، اصلا. طب انا اعرف منين دلوقتي طيب؟ جامد، يلا اهو هانت اهو، هتخلص اهي، هتخلص هانت. انا بعافر هنا عشانكوا، استنى. Bravo. اوه، عاش. يس، كسبت. شكرا لكم. الموقع اللي بعده هو لعبة من موقع كنا لعبنا عليه المرة اللي فاتت برضو. في حاجة، في لعبة غريبة برضو تانية طلعت كده، فعايز اجربها برضو معاكم. تعالوا نشوف. ايه الكلام بقى؟ المفروض ان احنا بنطلع الايد دي طيب بره الصندوق ولا ايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ تاني، تاني حاجات غريبة تانية. اصلا في بالونة بنفخها. المفروض دي بقى بحررهم بيها طيب ولا ايه اللي بيحصل؟ وبعدين بقى في الحاجات الغريبة دي. خلينا يا عم معاك، نوصل للنهاية، ها. والله. تمام، معلش نديه فرصة كمان. ايه ده، ايه ده، ايه ده يا عم؟ بتفسي ليه يا عم؟ بتفسي ليه؟ انا ملحقتش اكملها. لو سبتها بص، سبتها بص بتهبط تاني لوحدها. استنى يا عم، جاي لك اهو، استنى اهو. ها، اتفضل حضرتك، اتفضل حضرتك اما نشوف اخرتها. لما نشوف اخرتها. اتفضل. يا نهار ابيض، لا لا لا، انا اسف حضرتك، انا اسف، انا هاخد بعضي واخد متابعيني المحترمين دول ونروح اي حتة تانية.
شكرا يا معلم، شكرا. يلا بينا يا عم على الموقع اللي بعده. الموقع اللي بعده هو عبارة عن لعبة من ألعاب موقع نيل فن اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. في لعب كتير جواه، ومن اللعب دي لعبة زي ما تقدر تقول هو بيعرض عليك لوحات فنية وانت بتتمنها، وبيشوف لو هو التمن ده قريب للسعر الحقيقي فعلا يبقى انت فزت كده وبس. فتعالوا نشوف بس ايه الكلام. لوحة من 1962. هو ايه ده؟ هو دي مطبوعة في مكتبة دي ولا ايه بالظبط؟ دي مثلا اديها $5000 اخرها. يا نهار ابيض، 43 مليون دولار. يعني مش هتكلم اللي بعدها. طيب تعالى نخش اللي بعدها. ده مصمم علم امريكا تقريبا. مش عارف بصراحة هو ايه. يعني نقول كام مثلا؟ هنجرب نحط له رقم ونشوف برضه. بصراحة انا مش عارف الاعلام يجي لها تمنها كام. مثلا نقول 2 مليون دولار مثلا. 2 مليون دولار. 36 مليون. هي دي تعتبر لوحة ولا ده زي مكتب ولا ايه بالظبط؟ ده مكتب يا صاحبي، مكتب او ترابيزة كمبيوتر. طيب دي حاجة متصممة بقى على ارض الواقع. دي تعمل لها مثلا سكة خلينا في حيز ال4 مليون دولار. طيب لا 40 ايه يا عم، 4 مليون. الله، في دي بقى وجاي تعمل لي 260 ألف؟ حتى أصلا 260 ألف ازاي أصلا؟ مش فاهم. اللي بعده يا عم. جيتار. اوكي، جامد جدا الجيتار ده. بس بصراحة مش ضامن بقى يعني ده من عصر قديم ولا من عصر جديد. خلينا طيب في سكة المليون ونص. اما نشوف. ايه ده؟ بيصيع عليا يا عم، بيسوحني. مكتب وكرسي. قول مثلا يا عم 500 ألف دولار بقى، مش هتشتغلني تاني. ده آخرك معايا بالجزمة بعد كده. 2 مليون على أساس إيه طيب؟ أوه 1990. حاسس إن أنا شفت اللوحة دي قبل كده. بس هي جامدة جدا يعني. لأ دي قول مثلا 4 مليون ونص مثلا. يلا يا عم. إيه؟ 550 ألف؟ يخرب بيت الفشل. ترابيزة سفرة. دي بترابيزة سفرة من التوحيد والنور دي. يعني اخرها اقول 10 تلاف. مش هتنزل معايا اكتر من كده ولا تطلع معايا اكتر من كده. 905 ألف. عشان اللي مصممها مش عارف مصمم فلاني 1945. بس كده. تمام تمام. ديفيد سميث 1963. قول. قول 5 مليون دولار. حلو عليه. اعتقد مثلا. اخيرا يا نهار ابيض. اخيرا صح. حلوة يعني، قربت. فرق 375 ألف دولار بس. بس على ايه برضو؟ على ايه بس قشطة يعني. بص الفن ليه حواراته وسكته ما لناش دعوة بيها. اوه. لا اللوحة دي بصراحة. اللوحة دي بصراحة شكلها حلو. 1886. بس برضو مش ضامن، ممكن تطلع رخيصة. يعني اعتقد مثلا ممكن تعملها في سكة خلينا في 2 مليون ونص مثلا. 137 ألف. بالتفاصيل دي كلها، بالديتيلز، بكل الليلة دي، بالسنة اللي هي اتعملت فيها. انا مش فاهم بجد بجد. انا مش فاهم الاسعار بتتسعر ازاي. 1213 نقطة. يا عم الحمد لله يا عم، الحمد لله زي الفل. رضا انا راضي. يلا بينا على الموقع اللي بعده. لعبة تانية على نفس الموقع برضو بعنوان اللي هو يلا ننهي الموضوع ده او يلا نجيب اخر الموضوع ده. اللي هو فيه اسئلة كده وجودية موجودة في العالم. نبقى محتاجين اللي هو نحسمها. فهو الموقع ده هيحسم معانا الموضوع ده. خلينا نشوف. يقول لك انت بتقول عليها جيف
اللي هي جي اي اف ولا جيف؟ بصراحة انا منطقها الاولى. 84% من الناس بينطقوها زي تمام. بيقول لك الفستان ده ازرق واسود ولا ابيض وجولد؟ استنى. هو انا بالنسبة لي بصراحة انا شايفه ابيض وجولد، ده المنطقي. الناس اللي بتشوفه اسود وازرق ده ازاي؟ انا عايز افهم ازاي وبأنهي منطق بجد. انا شايفه كده بصراحة. يعني حرفيا هو اهو ابيض ومنعكس عليه ضوء مديله احساس مزرق شوية، وده ذهبي وفي الضلمة شوية مضلم، مخليه عامل مدي شكل شادو غامق شوية. فانا شايفه ابيض وجولد بصراحة. اهو 66% من الناس شايفين ابيض وجولد زي الفل. ايه اللي جه الاول، الفرخة ولا البيضة؟ بص اقول لك على حاجة حلوة، لولا الفرخة ما كانش هيبقى فيه بيضة اصلا، فهو لازم المفروض برضه ان يبقى يكون فيه فرخة. الله، 51%. الموضوع ده قلب الدنيا يعني. بيقول لك انت بتقطع السندوتش ازاي؟ اللي هو بالجنب كده ولا هوريزونتالي؟ انا بصراحة بحب الحاجة مستقيمة. جامد، 78% من الناس. بيقول لك اللي هي حبوب الفطار، اللي هي او حاجة عاملة زي السيلاك بقى والكورن فليكس مثلا والكلام ده، بيقول لك هو دي شوربة؟ يا بصراحة لا، هي ما تعتبرش شوربة، هي أكلة مش شوربة. طب جامد، 78% من الناس اللي قالوا لا مش شوربة، طب تمام جدا. بيقول لك الأناناس على البيتزا حلو؟ أكيد لا طبعا، يعني استحالة بصراحة، إيه ده؟ الحمد لله يا عم، في 62% من الناس اهو عاقلين في الحوار ده، ايه الهبل ده؟ بيقول لك هو المفروض الكلاب تلبس بناطيل زي كده ولا زي كده؟ يعني تلبسه على الاربع رجول ولا على رجلين اللي ورا بس؟ مش عارف بصراحة، بس هو من حيث التدفئة مثلا او من حيث الاستفادة الكلب هيستفيد بيها لو على الاربع رجول، من حيث الاستفادة عشان يبقى متدفي كويس، عشان انا بحب الكلاب. قشطة يعني، قشطة مش فارق معايا بصراحة. اللي بعده. بيقول لك جاك اللي هو بطل فيلم تايتانيك كان ليه مساحة على الباب اللي هو عايم على وش المية ده، كان ليه مساحة جنب حبيبته، كان ممكن يطلع يقعد عليها يعني. بصراحة حاسس ان هو اللي حصل الفيلم ده عبارة عن استعباط. بص، هو 79% من الناس قالوا ده شغل دراما وحركات مخرجين وبتاع، هو كان ليه مساحة. اوه، مارفل ولا دي سي؟ بصراحة انا زعلان على دي سي جدا، وبحب مارفل جدا، بس مارفل حاليا بدأت تعكها شوية، بس يعني ما زالت مارفل افضل. مارفل 82%. بيقول لك اكس بوكس ولا بلاي ستيشن؟ لا بصراحة بلاي ستيشن. بيقول لك هو احنا عايشين في سيميليشن؟ هل احنا عايشين في محاكاة زي ماتريكس كده؟ اقول له لا بصراحة، فكك بقى من شغل الافلام ده، يعني احنا تمام. بيقول لك 51%. الناس اتسحلت مع ماتريكس قوي يعني. هو في اسئله في النص ملهاش اي علاقه بينا، وحاسس انها اسئله غريبه او مش ملهاش دعوه بالعالم العربي وكده، فبصراحه عديتها ونفضت. فانا بختار الاسئله اللي هي ليها علاقه بينا شويه. اكتفي بهذا القدر. على الموقع اللي بعده. ودلوقتي مع الموقع اللي بعده، هو موقع هو انك بتمشي الماوس على الشاشه، ومهما حطيت الماوس فين هيعرف مكان الماوس ويجيب لك صوره بتشاور على الماوس. ازاي؟ معرفش، مهما حاولت تخرج وتبعد عن الموضوع ده هيجيب لك صوره بتحط في نفس مكان الماوس بالظبط، الصباع يكون في نفس مكان الماوس بالظبط. خلينا نشوف. ده الصباع جاي من لا شيء كده، جاي كده. طب استنى ننزل تحت شويه. ايه ده حضرتك؟ هو في ايه؟ طب استنى ننزل كمان شويه. اه، الله. لو انت ازاي حضرتك؟ لا يا راجل، بجد؟ ايه ده بالظبط؟ طب ايه ده؟ طب استنى نجرب محاولة كمان. يعني واخدين صورة للناس من حيث لا تدري كده، فاهم، وجايبينها وحاطينها كلها في الموقع ده، وتلاقي صباع واحد مشاور على الماوس بس عشان خاطر يشاور على الماوس. شكرا. خلاص يا اسطى انا مصدق، خلاص شكرا. كده يكون خلص فيديو النهارده، واتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. ده كان الجزء الثالث من سلسله اغرب مواقع الانترنت. وقولوا لي لو عجبكم ادور على مواقع تانية وادخل عليها واجربها معاكم. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.
واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا ليكم.